شركة المهندس مهندس الصناعات الهندسية والتأليف الحديث قدم لكم النهاردة ماكينة فاكيوم غرفة واحدة رئيسية موديل 601. الماكينة اللي عندنا النهاردة ماكينة سهلة بسيطة الاستخدام، بتشتغل بكهرباء البيت العادية 220، حجمها مش كبير، ممكن نحطها في أي مكان ونبدأ شغل بيها. الماكينة تقدر تعمل لي عملية الفاكيوم لمنتجات كتير ومتعددة، طبعا أهمها المنتجات الغذائية عشان نقدر نحفظها أطول فترة ممكنة من التلف أو من إن هي تفسد بسبب عوامل الجو. النهارده احنا شغالين على أكياس شاي زي ما شايفين. عندي هنا ده الكيس بتاعي، كيس مفتوح لسه، جواه شاي اهو، في جوه شاي. هنبدأ نعمل له عملية فاكيوم عشان نقدر نحفظه وننزله السوق. الأول هنعمل شرح بسيط على أجزاء المكنة. عندي هنا دي مسطرة اللحام اللي بحط عليها الكيس بتاعي، وعندي دي الغرفة الخاصة بالمكنة بحط جواها المنتجات بتاعتي، وده طبعا باب الغرفة. عندي هنا لوحة التحكم الخاصة بالمكنة، لوحة طبعا بسيطة ما بتحتاجش أي عمالة مدربة. عندي هنا ده زرار للباور، وزرارين دول خاصين بعرض اللحام، وزرار للطوارئ. بعد كده عندي 3 عدادات، كل عداد بيقوم بوظيفة. عندي ده عداد وقت الفاكيوم اللي بيتحكم لي في قوة الفاكيوم، قوة شفط الهواء من داخل الأكياس، بظبطها على حسب ما أنا عايز من خلال الزرارين دول، زرار للزيادة وزرار للنقص. بعد كده عندي عداد للحام وعداد لتبريد اللحام. هنبدأ نعمل عملية الفاكيوم بتاعتنا. طبعا احنا بنحط الكيس داخل الغرفة وبنثبته على مسطرة اللحام بتاعتنا عشان نتأكد إن هو بيلحم، وبنقفل باب الغرفة. مجرد ما بنقفل الباب هو بيمسك تلقائي، وأول ما العملية بتخلص الباب بتاعي بيفتح برضو من نفسه. طبعا العملية متاخدش معايا وقت كبير، ونقدر نرص أكتر من كيس جنب بعض على حسب حجم الكيس بتاعنا. زي ما شفنا ده شكل الكيس بعد عملية الفاكيوم. طبعا قوة الشفط باينة جدا من الكيس. ماكينة فاكيوم غرفة واحدة رئيسية مقدمة لكم من شركة المهندس مهندس للصناعات الهندسية والتأليف الحديث. كان معكم آدم محمد.